شايفين حضراتكم العربية الحمرا دي اللي جنب الطفل والراجل ده؟ العربية الحمرا دي كان موجود فيها قنبلة موقوتة. العربية دي قتلت أكتر من 29 شخص وإصابة 220 شخص. لكن الحاجة الغريبة إن الراجل والطفل اللي في الصورة دي ما حصل لهمش حاجة، أما اللي كان بيصور ده مات. والمكان اللي حصل فيه التفجير ده مكان اسمه أوماغ في إيرلندا. واللي اتقال بعد كده إن الراجل والطفل ده بعد ما أخدوا الصورة بلحظات انفجرت السيارة. اما الراجل اللي في الصورة ده اسمه ديفيد جونستون. الصورة دي اتصورت قبل ما الجبل يتطبق عليه في المكان ده بعد 13 ساعة، وكانت اخر كلماته فانكوفر فانكوفر، وما لقوش جثته بعد كده ابدا. اما الصورة دي، شايفين الدب اللي موجود في الصورة دي؟ الدب ده كان بيجري ورا طالب اسمه دارش باتيل، ودي اخر صورة قدر الشاب يصورها للدب قبل موته على ايد الدب ده. اما الصورة دي، شايفين حضراتكم الشاب اللي ماسك كوب احمر؟ ده يبقى ابن الاب والام اللي على اليمين. والصورة دي اتصورها بعد ما قعد يضرب ابوه وامه لحد ما قتلهم في غرفة نومهم، وبعد ما قتلهم كان بيحتفل في المنزل اللي قتل ابوه وامه فيه في غرفة نومهم. اما الصورة اللي قدام حضراتكم دي، الاتنين اللي في الصورة دول يبقى اخوات. طلعوا الاتنين دول جبل مورو روك في سيكويا الوطني بكاليفورنيا، واخدوا الصورة دي وهم بيضحكوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وشعرهم واقف لفوق، لكن بعد لحظات يضربوا البرق ويموتوا. بس لحد هنا اتمنى لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.